فضيحة جديدة في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدقيقة 5 تحديدا، والكرة وتدخل واضح جدا من أحمد سامي على لاعب طلائع الجيش، واللي هنا الحكم بيديله كارت أصفر مع إن الكرة تستحق الطرد، ومع ذلك هو اداله كارت أصفر. ولكن الفار طلع عنده ضمير شوية، حب يخلي ضميره يعني، فراح مكلم الحكم محمد معروف: تعالى شوف الفار وأكد على الموضوع عشان الموضوع فيه طرد. يروح محمد معروف بعد ما ياخد له دقيقة يراجع فيها الفار ويتاكد تماما، وهنا الكوره واضحه وضوح الشمس ان اللاعب تدخل على قدم اللاعب بعد، يعني لاعب طلائع الجيش وصل للكوره، وهنا احمد سامي تدخل واضح مش ناقص غير بس ان هو يكسر رجل اللاعب عشان الحكم يديله طرد. وبعد كل ده رجع الحكم محمد معروف راح قايل مشاور واستكمل اللعب عادي جدا، وما قدرش يطرد احمد سامي. وعايز اقول لك كان في الدقيقه 5 وتفرق، وكان فريق بيراميدز هيلعب ناقص بدل ما كان هو اصلا انتهت المباراه 2-1 لفريق بيراميدز. لا، ده كانت الامور هتتغير تماما، ولكن هنا الطموح لحق الموضوع او الاحتواء لحق الموضوع بدري بدري. وعايز اقول لك ان ثالث مباراه كل مباراه بكارثه تحكيميه، ولكن لا عين رات ولا اذن سمعت. حتى الجانب الابيض من المدينه ما حدش بيسال ولا بيقول فين يا جماعه اخطاء التحكيميه ولا الدوري موجه لمين. ولكن اي مشكله تحكيميه عند الاهلي تلاقي الاعلام كله يتحول على النادي الاهلي،